لا تحقرن من المعروف شيئا، فمن صغير الحصى تبنى الجبال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حاجة تعرف تعملها كويس اعملها، من الاخر. الحلو اللي انت هتعمله النهاردة، حتة الصغيرة هتحط عليها حتة صغيرة، بكرة هتحط عليها حتة صغيرة بعده، وبعدين هتبقى حاجة كويسة كبيرة مع الوقت. ما تستصغرش المجهود بتاعك. مش شرط كل يوم يبقى بيرفكت، مش شرط كل يوم يبقى مثالي. ما تستناش لما تبقى جاهز، عمرك ما هتبقى جاهز، ده أكذوبة كبيرة. مفيش حاجة اسمها انك تبقى جاهز. ما تستناش لما تبقى الظروف مثالية، او تبقى انت مثالي، او مودك مثالي. الحاجات دي كلها ما بتحصلش يعني. لا عمرها هتبقى الظروف مثالية، ولا عمرك انت هتبقى مثالي. مثالي ايه بلا خيبة؟ ده انت عيوبك اتكتب منها دواوين، يعني كتب فيها كتب مجلدات العيوب اللي عندك، والعيوب اللي انت عارفها بس. ما بالك بالعيوب اللي ما تعرفهاش. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا مش اهل للنصيحة يعني، بقول الكلام ده ليا وليكم. قوم، ما تستصغرش المجهود بتاعك. قوم اعمل اقل حاجة تقدر تعملها، واحتسب الاجر عند الله. قوم اعمل في شغلك بقى، في بيتك، في حياتك، قوم. ما تبصش للتفهين الكتير اللي حواليك، ما تبصش لل... للحاجات السلبية، عشان مفيش اكتر منها. بص دايما لرحمة ربنا والكرم ربنا، وانك في النهاية جاي هنا اعارة، انتداب في الدنيا دي، وهترجع في الاخر لمقر عملك الرئيسي او لبيتك اللي هو في الجنة ان شاء الله. يلا، السلام عليكم.